يا مساء الفل والورد عليكم يا احلى متابعين. النهارده نعمل مع بعض السمك القنوم. ده شكله للي مش عارف السمك القنوم. انا جبت السمك وشلت اللي في بطنه كله، بس لسه ما نضفتهوش، هنضفه معاكم. وكمان هنعمله صينية مع بعض بطريقة سهلة وجميلة. الاول اقصقصه. انا شلت راس واحدة بس لسه هشيل راس السمكتين التانيين. اللي حابة تعمله بالراس تعمله براحتها، لكن انا مش حابة اخلي الراس في السمك، هقطعها وارميها. سمك جميل بينضف بكل سهولة. نكحته كده بالسكينة، نفضل اللي في البطن كله. هو عيب السمك ده اللي فيه شوك كتير، كله شوك، بس في نفس الوقت لحمه كتير يعني. تلاقي كده القطعة لما بعد ما نقطع القطعة بتبقى مليانة لحمة، بس بيبقى فيها شوك زي ما قلت لكم. يعني مش زي سمك البلطي واي سمك تاني بيبقى ما بيبقاش فيه شوك كتير زي ده. شايفين بينضف بكل سهولة ازاي؟ طبعا هنا في قشر، القشر ده انا هشيله، في قشر كتير. هكحته بالسكينة كده. الافضل الاول واحنا بننضف السمك نكحت القشر بالسكينة زي كده، وبعد كده نفتح البطن بتاعته ونشيله. لو احنا مش هنخلي السمك ينضفه لنا، لو هنخلي السمك ينضفه لنا وبيشيل القشر وبيفتح البطن يفضيها، واحنا بنكمل التنظيف بتاعه في البيت. القشر بتاعه لازق فيه، يعني ما بيطلعش بسهولة زي السمك البلطي. طلعت كل القشر اللي فيه اهو. دلوقتي قطع الروز. قطعت الروز من السمك وخليته زي الفل اهو، عملت قطع اهو، قطع كبيرة. دلوقتي اعصر عليه ليمون. بعد ما اعصر الليمون عليه اسيبه في الليمون كده لمدة 10 دقايق لغاية ما يشرب من الليمون، وارجع اشطفه كتير. الليمون بيضيع اي زفارة في السمك. وعامة زي ما انتوا عارفين انا بغسل اي طيور بغسلها بالليمون، والاسماك والحاجات ديت كلها بغسلها
بعصر عليها ليمون كده وانقعها في الليمون، وبعد كده بنشطفها كذا مرة يعني. خلاص كده انا غسلت السمك كويس وبقت المية زي الفل اهو. شايفين المية نضيفة ازاي؟ قطعت بصلية قطع صغيرة وحطيت لها زيت وبشوح فيها على النار. وهنا الزيت بتاع السمك اهو. بعد ما سخن الزيت حطيت فيه قطع السمك. طبعا السمك انا بتبله بالتتبيلة العادية اللي كلنا عارفينها: توم وكمون وملح وفلفل اسود وهرسة فلفل احمر. خد لون اهو، قلبته الناحية التانية والبصل خد اللون ده. انزل عليه بالطماطم دلوقتي. ضفت على الطماطم وكمية السمك طلعت اهي اللي قليته طلعته، وحطيت رصة تاني في الطاسة، وكمان التسبيكة اتسبكت كويس. انا حطيت حوالي معلقتين كده 3 من التسبيكة اللي عملتها في الصينية من تحت، وبرص عليها قطع السمك. طبعا السمك ده انا مش مسويه سوا كامل، يعني مش محمرة قطعة السمك كويس، انا مخليها نص سوا زي ما انتم شايفين كده، واخدة اللون الذهبي، لان لسه هحطها في الفرن تاني هتاخد لون. شايفين قطع كبيرة. طبعا التسبيكة اللي انا عملتها حطيت لها توابل، حطيت لها ملح وفلفل اسود وحطيت لها كمون. والسمك زي ما قلت لكم انا تبلته كويس. عايزه اقول لكم كان طعمها جميل جدا، وهو مقلي طعمه جميل، وهو في الصينيه طعمه جميل. انا ما عملتش السمك دواتي معاكم قبل كده، اول مره اعمله. خلاص كده انا ادخلها الفرن، هتاخد يعني وش بسيط كده واطلعها تاني. شايفين خدت الوش ده اهو. انا ما خليتهاش كتير عشان ما تنشفش، انا عايزه اخليها طريه. وده كان فيديو النهارده، واتمنى يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه.